الاسباب يعني الدراسات او مجموعه الدراسات يعني لقت ان رقم واحد من الاسباب هو الايموشنال ريجوليشن، انه انا مش عارف اضبط مشاعري، ما بعرفش. يعني انا دلوقتي لو انا اتكلمت مع الشخص وما سكتش، اخاف بقى اندفع، امد ايدي، اتعصب بزياده، اقول كلام مش حلو بتاع، فانا هعمل ايه؟ هسكت. على فكره انا ما عنديش مانع ان حضرتك تسكت وكده، بغض النظر انه انا في رايي انه الاهم، ومش في رايي انا، في راي علم النفس، ان الاهم حضرتك تروح تتعلم ازاي ما تبقاش مندفع، تتعلم ازاي تقلل من عصبيتك عشانك انت اول حد. بس بتكلم طيب خلاص دلوقتي انا سمية لسه مندفع، لسه مندفع، اقول ليه بسكت فجأة؟ ليه فجأة في نص النقاش تبقى بتخلي شريكة حياتك بتتنطط بتصرخ، عايزاك بس ترد عليها وانت ساكت، وفي الاخر ابقى انا عشان ده انا عملت كده عشانك، عشان الموضوع ما يكبرش، عشان ما تعصبش. فده بيكون من اكتر الاسباب. كمان في سبب تاني، الا وهو ان بيكون في توقعات معينة لم تلبى، فكأن انا بعاقب الشخص. بتبدأ بقى لما اشوفه حماسي بيبقى قليل، ببدأ يعني اديس انجيج كده، بنفصل عنه. مش بنفصل اقصد انه يعني هيفسخ مثلا خطوبة، لا، انفصل يعني انفصل عنه عاطفيا، وده الاوحش. فحتى بيقولوا لك انه هتعرفها منين العلماء نفس، انه هعرفها من الاي كونتاكت. انا مش هبص للشخص ده في عينه، كاني مثلا لو دخلنا حته فيها ناس كتير قوي، انا مهتميه بكل الناس وكأن هو مش موجود. في حاجه مؤلمه جدا، عشان كده بيبقى فيها رفض،